السلام عليكم ورحمة الله. مناشدتي هذه لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد. سمو الأمير، أنا ابنتك اليتيمة الشهرية اللي تكفلت فيها قبل سنة، تكفلت بكل شيء يا سمو الأمير، في منزل ملك لنا، سيارة ودراستي وتعليمي وعلاج أمي، ما قصرت معنا في شيء. سمو الأمير، أنا وأمي الحين بالشارع بسبب مدير مكتبك وبسبب موظفينك. سمو الأمير، موظفينك جو أنهوا عقد إيجار البيت وأنت ما أمرت لنا بالإيجار، لكن هم حطونا في الإيجار، وإدارة السكن رفعوا يدهم علي وطردونا بشكل موحش، بشكل متوحش جدا. أنا وأمي مريضة، والحين أنا أمي بالشارع، والله من حديقة لحديقة. أنا ما أقدر أذكر أسماء موظفينك يا سمو الأمير، لأنهم السنة الماضية هددوني بالسجن، وقالوا لو ذكرتي أسماءنا واشتكيتينا راح نسجنك. هذا الكلام لازم أنا ببلغك بأسماء موظفينك يا سمو الأمير، بس أبيك تجيني بنفسك. أنت تعلم يا سمو الأمير إني أنا يتيمة أب، وأنت تكفلت فيني بكل شيء وما قصرت معنا، لكن اللي ما صار ولا شيء من اللي طلبته يا سمو الأمير واللي أمرت فيه. أعطونا بس حطوني أنا في المدرسة وأعطونا مصروف يكفينا فقط 5 شهور، وبعدها ما عدروا عننا ولا حتى يردون علينا. أنا وأمي بالشارع يا سمو الأمير، أنا وأمي بالشارع الحين، وضعنا مزري وقاعدين بالحدايق. تكفى يا سمو الأمير، أنقذنا، أنت ما قصرت معنا وتكفلت فينا. حتى مدرستي هذه السنة موظفك يقول أنا اللي دفعته من جيبي، سمو الأمير ما رضي يدفع. أنا أدري إنه هذا الكلام غير صحيح، وإنك يا سمو الأمير ما تدري باللي صاير، وإنهم ما بلغوك بشيء، وينسبون الفضل لأنفسهم. والآن أنا وأمي بالشارع يا سمو الأمير، أنا في وجه الله ثم في وجهك. أمي تعبانة وأنا ما أقدر أسوي شيء، وأنا في بلدي وأنا بنتكم، حرام يصير فيني كذا. أنا محتاجة يا سمو الأمير سكن ملك لي ولأمي عشان ما ننذل، عشان ما يصير فينا اللي صار. محتاجة لو غرفة واحدة ملك تحميني أنا وأمي. تعال لنا يا سمو الأمير بنفسك، تكفى يا سمو الأمير، أبيك تجيني بنفسك، لا ترسل موظفينك، والله موظفينك عذبونا. اوقف على حالتي بنفسك يا سمو الأمير، لأن أنت الوحيد اللي تشعر بالأيتام والمساكين، وغيرك الموظفين يتلاعبون. أناشدك بالله يا سمو الأمير عبد العزيز بن فهد، أنت وعدتني إنك ما تتخلى عني، وإني مثل بناتك الجوهرة ولطيفة. تكفى يا سمو الأمير، انقذني من اللي أنا فيه. أنا ما أتحمل التعذيب هذا والشوارع يا سمو الأمير، وأمي مريضة وعندي مدرسة، والله ماني عارفة كيف أداوم المدرسة بحالتي هذه، ملابسي بالشارع وما أعرف وين أتروش، والمدرسة كيف أروح أذاكر وأختبر، تروح علي السنة، والله حرام. ما نبي إلا بيت يحتوينا يا سمو الأمير، ومبلغ نعيش منه فقط، والله ما طلبت شيء مستحيل. ليش موظفينك يسوون فينا كذا بدون علمك؟ أترجاك يا سمو الأمير إنك تكفلي بنفسك وتحميني بنفسك. أنا يا سمو الأمير مالي بعد الله إلا أنت، والله العظيم ما لنا أحد بالدنيا هذه غيرك. اكفلني بالدنيا وأنا أكفلك أمام الله يوم القيامة، لأني أنا يتيمة ومالي بعد الله إلا أنت. تكفى يا سمو الأمير، تعال بنفسك واكفلني بنفسك، لأنه ما حد راح يحس بحالتنا غيرك. ربي يطول في عمرك ويخليك لنا، والله العظيم أنت والد يا سمو الأمير في هذه الدنيا، ما لي أحد غيرك. أنا وأمي شفنا أنواع العذاب في الدنيا هذه من يوم ما انولدت، ولكن يوم كفلتنا السنة الماضية حسيت إني في فرحة ما أقدر أوصفها. لكن يا سمو الأمير موظفينك عذبونا. أنا أشدك بالله يا سمو الأمير إنك تجيني بنفسك، تكفلني بنفسك، هذا كل اللي أطلبه يا سمو الأمير، تكفى. حتى هويتي ما طلعت إلى الآن يا سمو الأمير بسبب إهمال موظفينك، ما حطوا لي محامي، تركوني كذا. وكنت أقول لهم أحتاج محامي، كانوا ما يردون علي حتى، وإلى الآن ما يردون علي أبدا. نخيتك يا سمو الأمير، نخيتك تجيني بنفسك وتوقف على حالتي بنفسك. أنا أمي بالشوارع، أنا أمي في الحدايق، هذا وضعنا يا سمو الأمير، أنا وأمي هذا وضعنا في الحدايق. من
من حديقة لحديقة ومسجد لمسجد وأنا في بلدي وأنا سعودية وصار فيني كذا. أنا أشهدك بالله سمو الأمير أنك تجيني بنفسك. تكفى يا سمو الأمير، تكفى نخيتك.